السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة حلوة وسهلة وبسيطة، وكمان بكل المكونات اللي بتبقى دايما موجودة عندنا في البيت. هنعمل النهاردة رموش الست او حلوى السمين. هقول لكم بقى مقاديرها بسيطة وسهلة جدا ان شاء الله. هنا 150 جرام من الزبدة، معاها نص كوباية من الزيت، وكمان نص كوباية من دقيق السيمولينا دقيق السميد، نص كوباية من السكر البودر، وبعدين بحط لها كوباية صغيرة من اللبن الرايب او الزبادي، وبعدين معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح، فانيليا، حاطين 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا انا بسقيها في الاخر بالسيرب. دي كل المقادير بتاعتنا. في البداية بقى بحط لها الزبدة، وبعدين بحط معاها السكر البودر. ممكن نعمل حاجة تانية برضو بتدينا نفس النتيجة، ممكن نحط كل المقادير مع بعضها ونبدأ نخلط. انا كمان النهاردة مش هستعمل لا مضرب ولا عجان ولا اي حاجة، هعملها يا بالسباتولا زي ما انتم شايفين، يا اما هنضربها بايدينا، هتبقى سهلة وبسيطة جدا. حطيت السكر البودر مع الزبدة، وبعدين هحط معاها الزيت، وهنحط كمان معاها بيضايه. انا نسيت اقولها لكم في المقادير. المقادير بتاعتنا هتبقى زي ما قلت بالظبط، بس هنضيف لها بيضايه، وبعدين هنروح بقى كده ماسكينها زي ما انتم شايفين كده كلها مع بعض. وبرده الزبده يا ريت تكونوا مخرجينها من قبلها شويه، بتبقى بدرجه حراره الغرفه. يعني هلفها كده لفتين يا دوبك، يعني بصوا. بعدين هنحط معاها بقى الزبادي، وهلفها كمان لفه بسيطه، وهحط السيمولينا ودقيق السيمولينا كمان حطيناه، وهنبدا بقى نقلب الخليط كده كله مع بعضه. وعلى طول هنزل بقى بالدقيق كده، وبعدين هحط بقى البيكنج باودر والفانيليا ورشه الملح. بس هي دي كل المقادير بتاعتنا، سهله وبسيطه. هنعمل فيها ايه؟ هنلمها بس، مش هنعجنها كتير. طبعا هنعملها زي البسكوتات، بنلم بس فيها. بصوا الدقيق اللي احنا حطيناه مع الدقيق السيمولينا، المقادير مظبوطه جدا، ما خدناش اي دقيق تاني عليه. يعني ممكن كنت اقول لكم نحط حبه كمان شويه من الدقيق علشان لو احتاجت، بس هي خلاص اهي. بصوا لمت ازاي. هنلمها بس لمه بسيطه بقى على طول، وهنبدا ايه نشكل فيها. بتتشكل بمنتهى البساطه، وهوريكم كذا شكل ليها عشان تطلع في الاخر معاكم حلوه جدا، وفي نفس الوقت تختاروا انتوا الشكل اللي انتوا عايزينه ليه. بصوا بقى اهي حلوه ازاي. ممكن بقى ناخدها كده زي الكور كده كده، وبعدين كده اهو زي ما انتوا حابين، بس ممكن نصغرها شويه اهي. وبعدين بنديها كده شكل بسيط، بنفردها فرده بسيطه، وبعدين بالسكينه كده. ده شكل ممكن نعملها بيه. هفردها فرده بسيطه اهي كده، وبرده بالسكينه اهي. هعمل فيها تجهيز، هعمل فيها تجهيز. هنعمل لها تشريحات بسيطه كده بالسكينه اهي. الشكل التاني بقى ممكن نعمل لها دايره كده. انا عملتها معاكم دي قبل كده، سهله وبسيطه جدا، وبتدي منظر حلو جدا كده اهي. دايره بسيطه، وبعدين بالسكينه كده. طبعا الشكل ده هتلاقوه برده سهل، وبقى شكله حلو جدا لما بتطلع من الفرن. احنا طبعا بنسقيها سيرب في الاخر. وفي دايره بسيطه برده، وده برده حلوه جدا اهي. ونجيب كده الكوبايه بتاعتنا، وبنبدا يا بمعلقه يا بالكوبايه كده.
بصوا بقى، انتوا ممكن تختاروا الشكل اللي انتوا حابينه، ممكن تختاروا الشكل ده بيبقى سهل وبسيط جدا، وممكن اي شكل في الاتنين دول. انا هحطها في الفرن بقى، درجه حراره الفرن 200، برده كل واحد على حسب درجه الحراره بتاعته، بس ما تبقاش الفرن درجه حرارته قليله. ان شاء الله بقى لما هتطلع هنسقيها بالسيرب، هتعجبكم جدا باذن الله. بصوا بقى طلعت من الفرن، اللون بتاعها حلو ازاي. هنبدا بقى وهي سخنه كده، السيرب بيبقى بارد على طول، هنبدا نسمي ليه كده ونسقيها. ناخد كده فوق كل واحده نحط عليها من السيرب. هي طبيعي لما نحطها في الصينيه السيرب هيجي عليها كلها، يعني هي هتبدا طالما هي سخنه وهو بارد هتبدا كل الخليط بتاعنا. بصوا بقى، احنا ممكن لو انتوا حابين السيرب بتاعها يبقى كتير ممكن نرشلها برده وحدات من السيرب كده. انا اخترت الشكل ده مثلا، لو انتوا عايزين بقى تاخدوا اي شكل من الاشكال اللي احنا عاملينها التانية حلوه جدا. حتى السيرب لسه كمان حطيت لها تاني اهو. هنبدا بقى نحط لها اي شكل انتوا اي حاجه بقى انتوا بتحبوها عشان تغير بس ايه، تكسر الحده بتاعت اللون بتاعتها. جربوها بقى ان شاء الله هتعجبكم جدا. دي من الحلويات الشرقيه السهله البسيطه اللي دايما بتطلع نتيجتها معانا مضمونه، حلوه في نفس الوقت كل مكوناتها تقريبا بتبقى عندنا في البيت. ان شاء الله تعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.